اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة او شوكولاتة جيرسي، والمقادير في اخر الفيديو. اول حاجة عندنا الملح، وعندنا الفانيليا سواء سكر او سايلة، وعندنا الحليب المكثف المحلى وطريقة عمله في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وعندنا جوز هند مبشور. اول حاجة هنجيب جوز الهند ونحط عليه رشة الملح ونبتدي نقلب كويس. لو هنستخدم الفانيليا السكر هنحطها في المرحلة دي، وبعد كده هنبتدي نحطه على الحليب المكثف المحلى ونقلبهم كويس مع بعض لغاية ما تبقى معانا عجينة متماسكة. وفي ملحوظة مهمة ان ممكن الجوز الهند ما يشربش الحليب المكثف فنضطر نزود الكمية او العكس، ممكن الجوز الهند يشرب بسرعة فنقلل شوية من الحليب المكثف المحلى. وبعد كده نحط الفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس لغاية ما نعمل عجينة متماسكة، وبعد كده نعملهم كور او اصابع زي ما نحب، وندخلهم الفريزر لمدة ساعة على ورق زبدة بالشكل ده. وبعد كده هنسيح شوكولاتة، وطريقة تسييح الشوكولاتة بطريقة مظبوطة هسيبها لكم في رابط اسفل الفيديو ده. وبعد كده نحط الكور جوز الهند في الشوكولاتة ونبتدي نطلعها، وهنطلعها برضو على ورق زبدة ونسيبها تنشف حوالي ربع ساعة، او ممكن ندخلها التلاجة 10 دقايق لغاية ما تنشف معانا الشوكولاتة اللي عليها بالشكل ده. نطلعها ونحطها على ورق الزبدة ونسيبها تنشف معانا، وبعد كده بنقدمها وبتكون بالشكل ده، وممكن نرشها من على الوش بجوز هند بالشكل ده. ويا رب تكون الوصفة سهلة وعجبت حضراتكم، وإن شاء الله تجربوها. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.